اخيرا يا بنات وصلتني الطلبات هذه من شين، اللي امي اساسا مو مصدقه اني انا طلبت هذه الطلبات من شين ببلاش. شايفين يا بنات الطلبيه هذه الكبيره، هذه الصغيره، هذه الكبيره 54 قطعه بصفر، شايفين ببلاش من غير ما ادفع الريال. تعالوا نفتحها مع بعض سوا ونشوف انا ايش طلبت من شيء.كم، وبنفس الوقت اشرح لكم على ايباد كيف تطلبون ببلاش. انا ادري انكم كيف تطلبون ببلاش، اغلبكم بيكمل المقطع عشان يعرف كيف يطلب ببلاش من شيء. كلكم تقدرون اللي تطلبون ببلاش من شيء. اول خطوه تسوونها هي انكم تحذفون شيء وترجعون تحملونه لو كنتم محملين شيء. شايفين هذا هو شيء، بحذفه وارجع احمله. الآن حذفته وارجع أحمله من أول جديد. هذه الخطوة الأولى سهلة يا بنات، حتى ما يحتاج لها شرح زيادة. بعد ما يتحمل شيء ننتقل للخطوة الثانية، هي 3 خطوات كلها سهلة، يعني ما يحتاج لها شرح كثير. الخطوة الثانية بعد ما يتحمل شيء تدخلون عليه طبيعي. بعدها شوفوا ايش بتفتح معكم، لا تضغطون أي شيء، خلوه يفتح من نفسه. شوفوا هذه الصفحة، أيوة الذهاب للتسوق. بعدها اطلعوا من هذه الصفحة لأننا ما بدنا إياها. أيوة بعدها جمع كل. بعدها تفتح معكم هذه الصفحة اللي احنا نبغاها. اضغطوا الآن على كلمة الاستمرار بجوجل، الخيار الأول قدامكم. بعدها تفتح معكم حساباتكم موجودة في جوجل. أنا بغطي عليها وأرجع لكم لأني ما أبغى أطلع في المقطع الفيديو. المهم إنكم ما تختاروا ولا أي حساب من حساباتكم موجود، تختارون آخر خيار قدامكم اللي هو مكتوب فيه إضافة حساب آخر، تضغطون عليه. بعد ما تضغطون عليه إيش تسوون يا بنات؟ شوفوا تفتح معكم هذه الصفحة. اختاروا كلمة إنشاء حساب، هذه اللي هنا. بعدها اضغطوا على كلمة استخدامي الشخصي. بعدها الآن تكتبون اسمكم. بعدها تضغطون على التالي، طبعا تكتبون اسمك حقيقي أو وهمي عادي. بعدها تضغطون على تكتبون التاريخ اللي تبغونه، وتكتبون الشهر اللي تبغونه، واليوم بعد اللي أنتوا تبغونه، وتكملون التالي. بعدها تختارون واحد من بين هذول الاثنين أو تنشئون عنوان خاص فيكم. أنا بختار الثاني. بعدها بضغط على التالي. بعدها تكتبون كلمة مرور، أي كلمة مرور تبغونها يا بنات اكتبوها، يعني مو ملزمين بكلمة مرور، أي كلمة مرور أنتم حافظينها اكتبوها يا بنات. بعد ما كتبت كلمة المرور تضغطون على التالي. خلاص ما عاد راح يطلبكم أي شيء، بس بتجلسون تضغطون على التالي إلين ما يدخلكم على صفحة شيء الرئيسية. أنا بسويها وارجع لكم. عارفين كيف دخلني على صفحة شيء الرئيسية دايركت يا بنات؟ لو طلبكم رقم هاتف عادي حطوا رقم هاتف طبيعي، لا تقولون طلبنا رقم هاتف وقفنا ما عرفنا ايش نسوي. عادي حطوا رقم هاتفكم، بيوصلكم عليه رمز تحقق حطوه، وبيدخلكم على صفحة شيء. هو بس يطلب رقم هاتف إذا شك في شيء مريب، أحيانا ما يطلب. أنا الآن ما طلبني. خلصنا الآن الخطوة الثانية اللي هي إننا أنشأنا حساب جديد في شيء عن طريق جوجل. الخطوة الثالثة يا بنات إيش هي؟ نروح على بحث شيء، تفتح معنا. الخطوة الثالثة تجون على بحث شيء، هذا هو يا بنات. تكتبون في بحث شيء الكود اللي بيخليكم تطلبون ببلاش طلبات نفس كذا. طيب إيش هو هذا الكود؟ تروحون